السلام عليكم. لو عايزين نعمل أكلة سريعة بتتعمل بسرعة وبتستوي بسرعة ومبتاخدش مجهود ومكوناتها بسيطة، نعمل الأكلة دي كفتة الطاسة. أكلة بتتعمل بسرعة وبتستوي بسرعة وطعمها مختلف عن الكفتة اللي بنعملها في الفرن. أكلة مناسبة للغدا أو للعشاء، ممكن كمان نعملها في سندوتشات أو لو احنا مسافرين أو على البحر. هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة وبصلة كبيرة مفرومة وبقدونس مقطعاه قطع صغيرة. احط بقى البصل على اللحمة والبقدونس، احط البصل زي ما هو كده من غير ما اعصره من المية بتاعته. احط كمان معاهم معلقتين صغيرين ملح ومعلقة ونص فلفل اسود، رشة صغيرة شطة اختياري، ومعلقة بصل بودر ومعلقة توم بودر ونص معلقة كزبرة ناشفة ومعلقتين بهارات لحمة أو بهارات كفتة، وأقلبهم مع بعض. أقلبهم كويس أوي مع بعض عشان كل المكونات تاخد من طعم بعضها. أصبع كفتة بقى بالشكل اللي أنا عايزاه وبالحجم اللي أنا عايزاه، يعني أصبعها طويل أو كور كده زي ما أنا عاملاها. لازم نحط في اعتبارنا إن اللحمة لما بتتعرض للحرارة بتكش، فلازم نكبر حجم الكفتة شوية عشان لما تكش مش تبقى صغيرة جدا. واحنا بنشكل الكفتة بندوس عليها كويس قوي عشان ما تفكش من بعضها وهي بتستوي. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. انا كده شكلت الكمية كلها. هاجي بقى كده على البوتاجاز في طاسة، احط كمية من الزيت. لما الزيت يسخن انزل فيه الكفتة. عايزة النار تكون متوسطة، مش عايزة النار تكون عالية عشان الكفتة مش تاخد لون من بره وتبقى من جوه لسه نية. كمان مش عايزين نحرك الكفتة كتير وهي بتستوي عشان مش تفك من بعضها. سيبها خالص لحد ما تاخد لون من ناحية وبعد كده اقلبها على الناحية التانية. اقلب بقى الكفتة على الناحية التانية، مجرد ما تاخد لون اروح قلبها، مش هسيبها اكتر من كده عشان ما تنشفش معايا او تتحرق. الكفتة كده اتحمرت معايا. اطلع بقى كده كفتة على مناديل
بس كده الكفتة بقت جاهزة. أكلة في منتهى السهولة، في منتهى السرعة، طعمها حلو جدا، جربوها فعلا هتعجبكم. شايفين مستوية ازاي من جوه؟ ما تنسوش بقى وانتوا بتعملوها تصلوا على النبي. يا سلام عليها بقى كده في سندوتش مع السلطة والتومية. بألف هنا.